السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى يا رب إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة، وكنتمنى يا رب تكون أموركم هانية والله يفرحكم كاملين. مرحبا بكم في قناة وصفات جميلة. اليوم كما كتشوفوا معايا في الفيديو غادي نشارك معكم هاد الحلوى اللي هي عبارة عن تشيز كيك فردي اللي زينته كما كتشوفوا معايا بالكيوي وبجيلي الحامض. هاد التشيز كيك ممكن انكم ديروه حجم عائلي، يعني ديروه في مول كبير، وممكن انكم ديروه كما كتشوفوا معايا بحجم فردي. فهو كيجي رائع لا في المذاق ديالو وكذلك لا في الشكل ديالو. ممكن انكم تقدموه في المناسبات وفي اعياد الميلاد، فهو شيء فعلا وصفة كتستحق التجربة. قبل ما ندوزو للمقادير البنات، اللي مازال ما مشتركاش في القناة نتمنى انها تشارك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وما تنساوش الى عجبتكم الوصفة انكم ديروا لي حجيم. وغادي ندوز معكم دابا ان شاء الله للطريقة والمقادير في نفس الوقت بلا ما نطول عليكم. بالنسبة للمقادير البنات، الطبقة الاولى ديال هاد الشيز كيك غادي تكون عبارة عن بسكوي، اي نوع بسكوي عندكم او لا كتفضلوا النكهه ديالو كطحنوه. عندي هنايا انا قياس 300 غرام من البسكوي المطحون. كنضيف عليه كاس من الزبده المذابه. بالنسبة اللي بغى ينقص من المادة الدهنية فممكن أنكم البنات ديروا نصف كمية من الماء ونصف الكمية الثانية يعني نصف كأس من الماء ونصف كأس من الزبدة. وكذلك ممكن أنكم تستعملوا المارغرين أو لا تخلطوا المارغرين مع الزبدة، ولكن إلا درتوها بالزبدة بوحدها فهي كتجي غنية بمذاق ديال الزبدة وكتعطيها واحد النكهة أفضل بكثير. من بعد ما كنخلطوا البسكويت ديالنا بالزبده وكنحصلوا على واحد الخليط مرمل، ملي كنبركوا عليه بيدينا كيتجمع. كناخذوا منه قياس ملعقه وكنديروه في هاد المولات الفرديين اللي كتشوفوا معايا. هادو انا البنات استعملت غير هاد الكويغطات العاديين. بالنسبه لكم الا لقيتوا واحد النوع تيكون مغلف من الداخل غليظ، يعني ما كيفزكش، هو تقريبا داير بحال بابي الومنيوم من الداخل، هذا كان افضل لانه ما تيفزكش. بالنسبه لي انا ما لقيتش داكشي باش استعملت غير هادو عاديين، ولكن حتى في هادو راه كتصدق الوصفه زوينه. من بعد كندير قياس معلقة كبيرة في كل كويغط وكنبرك عليه بحال هكايا، كنشكل منه واحد القاعدة، كنضغط مزيان وكنسوي الأطراف يعني كيكونوا متساويين. هانتوما من بعد ما كنساليهم، هاد الوصفة البنات راه ما فيهاش الخدمة ودغيا كتوجد. دابا غادي ندوزو للكريمة. الكريمة البنات غادي نحتاج فيها ساشي ديال النيدو داك الصغير، وغادي نحتاج فيه 4 ديال الياغورت الطبيعي يعني دانون مسوس. يعني زبادي طبيعي بدون سكر. انا البنات انا كيسحب لي كنصور لك الكاميرا كانت طافيه عاد انتبهت. بالنسبه لي شنو درت، راه الكسروله فرغت فيها داك الساشي ديال النيدو، ومن بعد فرغت فوق منها هاد 4 ديال الحك ديال دانون، يعني الياغورت الطبيعي 4 منه كما كتشوفوا معايا. وضفت عليهم نصف كأس من السكر حبيبات سنيدة. وعندي هنايا الجبن الطبيعي، اي نوع من الجبن كتفضلوا المذاق ديالو ممكن تستعملوه. كذلك ممكن انكم تستعملوا لافاش كيري او لا كيري يعني المربعات ولا مثلثات ديال الجبن اللي بغيتو. انا استعملت 3 المعالق كبار يعني نصف علبة ديال الجبن الطبيعي. وغادي نضيف عليهم ملعقة ونصف مملوء جيدا من الدقيق. غادي نخلط هاد المكونات مع بعضها غير بيدي، بغيتو تستعملوا الخلاط الكهربائي فكذلك مزيان غادي يسرع لكم العملية. غادي نخلط حتى كنحصل على هاد الخليط اللي كتشوفوا معايا كيولي واحد الخليط كريمي متجانس، ما تيبقاش فيه دوك الحبيبات نهائيا، سوا ديال الدقيق سوا ديال النيدو اولا ديال الجبن. ومن بعد البنات غادي ندوز باش نفرغ هاد الكريمه فوق الطبقه الاولى د البسكويت اللي كنت وجدت معكم في البدايه ديال الفيديو. هنايا كنحاول ناخد نفس القياس يعني نفس العبار. هاد المغرفه هي باش كناخد العبار ديالي.
ما كنعمرهمش حتى للفم، يعني حتى الفوق تمامًا. علاش؟ حيت هاد الكريمة ملي غادي ندخلوها الفران مازال غادي تنفخ. وكذلك بغيت نخلي بلاصة فين غادي نزيد الطبقة الثالثة اللي خليكم معايا باش تشوفوها إن شاء الله. غادي نستمر بحال هكدايا، غادي نعمر هاد الم المولات الفرديين بالكريمة، وغادي نفرغهم من الهواء بضغطة خفيفة، يعني نضرب داك المول غير بشوية بواحد ضغطة خفيفة باش نخرّج منّو الهواء، وكذلك باش يتساوى ليا السطح ديالها. في هاد الأثناء راني دايرة الفران شاعلة عليه كيسخن. ملي غيسخن الفران ديالي غادي ندخلهم على نار ضعيفة، يعني على ما نجهدش البوطة باش ما تحرقليش الطبقة التحتانية ديال البسكوي، وفي نفس الوقت نعطيها هاد الكريمة الوقت الكافي ديالها باش كطيب. هي غير باش يطيب لنا داك المعلقة ونصف اللي درنا ديال الدقيق. هكدايا غادي ندخلهم الفران، وفي هاد الأثناء غادي ندوز معكم باش تشوفوا المكونات الطبقة الثالثة اللي غادي نزينو بها هاد التشيز كيك إن شاء الله. في هاد الأثناء البنات عندي هنايا نصف لتر من الماء المغلي، غادي نفرغوه في الكاسرولة، وغادي نضيف عليه هاد الجيلي راه كيتباع في الحوانت. انا خديت نكهة الحامض، ممكن انكم تاخدوا اي نكهة كتفضلوها او لا كتعجبكم. غادي نفرغو كما قلت لكم في نصف لتر من الماء يكون مغلي مسبقا، وغادي نحرك باش يذوب ليا هاد الجيلي في الماء. وفي هاد الأثناء يعني هاد العملية ما ديروهاش البنات حتى كيكون طاب التشيز كيك في الفران وخرجتوه وخليته واحد 5 دقائق باش ديك الكريمة كتقبط راسها، وعاد كديروا هاد العملية اللي قلت لكم. يعني آخر حاجة كديروها هي هاد العملية. علاش؟ لحقاش إلا وجدتو هاد الجيلي من قبل ما وجد لكم تشيز كيك باقي في الفران، فهذا غادي يقساح، فبالتالي ما يمكن لكمش انكم تشكلوا به طبقة من الفوق. فكتخليوه سائل، يعني بمجرد ما كتحركوه مباشرة كتصبوه فوق من التشيز كيك باش كيشكل لكم ديك الطبقة الفوقانية الشفافة، وفي نفس الوقت اللي هي بمذاق الحامض المنعش. هنايا هذا هو تشيز كيك من بعد ما خرجته من الفران وخليته تقريبا ما كاملاش 5 دقائق، غير باش الكريمه كتقبض شويه راسها. كما كتشوفوا راه كنضغط بصبعي صافي الكريمه راها قساحت، يعني راه وجد. في هذا الاثناء غادي ناخذ المغرفه او المعلقه وغادي نبدا نفرغ هاد الطبقه الثالثه اللي وجدت معكم ديال جيلي الحامض. وكما قلت لكم ممكن تستعملوا اي نكهه نتوما كتعجبكم. انا هنايا في هاد النهار كانت عندنا الشتا وكان الحال بارد، بدات كتقسح ليا هاد الطبق، يعني هاد الجيلي بدا كيقسح بدا كيبرد. داكشي باش حاولت نزرب باش ما يجمدليش في الكاسرولة ونقدر نتحكم فيه ويعطيني واحد الطبقة من الفوق اللي كتكون شفافة وملساء في نفس الوقت. غنستمر هكذا حتى كنزين هاد التشيز كيك الفردي بهاد الطبقة، وغادي ندوز معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من بعد ما كنزينو وكيكون برد وكنقدمو. غادي تبقاو معايا ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديال وصفة اليوم. هاد الوصفة اللي صدقوني راه المذاق ديالها زوين، وهاد الشكل الفردي ممكن انكم ديروه في اعياد الميلاد وفي المناسبات، وممكن كذلك انكم ديروه في الحجم الكبير، يعني حجم عائلي. كيكون عندكم واحد الاطار ولا المول الكبير وكديروا فيه هذا، كديروا الطبقه الاولى الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه بنفس المراحل، غير هو ما كديروهمش فرديين. انا اختاريت باش نزينهم بدوائر الكيوي، وانتم راه التزيين دائما كنقولها كيبقى حسب المتوفر وحسب الذوق ديال كل سيده. فهذه هي الوصفه اليوم كما كتشوفوا معايا، شي حاجه اللي هي راقيه لا في المنظر ولا كذلك صدقوني في المذاق، فهاد الكريمه كتكون رائعه.
نتمنى هاد الاقتراح ينال الإعجاب ديالكم وتجربوه ويعجبكم بزاف. شكرا لكم وما تنساوش تدعموني دائما بالاشتراك في القناة، وإلى اللقاء إن شاء الله في وصفات قادمة. وكما قلت لكم ما تنسونيش، وإلى اللقاء.